السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. النهاردة ان شاء الله معنا فرش شقة عروسة جديدة من احلى العرايس. تعاملت معاها انسانة ذوق ومحترمة جدا. تعالوا كده قبل ما نبدأ نشوف شقة عروستنا ندعي لها دعوة حلوة كده ان ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. زي ما انتم شايفين الريسبشن متقسم لثلاث قطع. قطعة فيها السفرة، وقطعة فيها الصالون، وقطعة فيها الركنة بتاعتها. زي ما انتم شايفين هنا دي كانت قطعة بتاع الصالون فيها ترابيزتين. ترابيزة كبيرة وترابيزة مدورة صغيرة اللي هي منتقلة، ممكن تنقلها في أي مكان لو عندها عدد من الضيوف أو كده. ما شاء الله كانت جميلة جدا. كانت جايبة طابلوه برضو مكتوب عليه كل أعوذ برب الناس. ما شاء الله برضو كان هادي وبسيط. ربنا يبارك يا رب لعروستنا. زي ما انتم شايفين الصالون بتاعها مكون من 2 كنبة و2 فوتيه داخل في اللون الكافيه واللون المنت جري. ما شاء الله كان هادي جدا. الوانات الستاير برضو زي ما انتم شايفين نفس الالوانات، وهو اللون والستارة نفسها فيها وردة باردة تعتبر زي وردة طايرة كده. ربنا يبارك يا رب لعروستنا. ده كان شكل الصالون. تعالوا مع بعض نشوف غرفة الركنة اللي هي تعتبر غرفة الليفينج بقى بتاعتها، تبقى قعدتها فيها على طول. ما شاء الله نفس برضو الالوانات، الواناتها هادية وبسيطة جدا. حاطط لها على الترابيزة كده شيالة الكحك والوراقة بتاع المناديل. كانت عجباني جدا الاضاءات اللي هي عاملاها في السقف عندها. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا. المكتبة بقى ديت بتاع الشاشة كانت برضو مميزة وجميلة جدا. وسعت لها بقى فيها بعض الانتيكات كده بالشكل ده. مامتها كانت حابة تحط مفارش. انا صراحة ما كنتش حابة ان انا احط مفارش في المكتبة، بس مامتها قالت لي لا، المفارش شكلها احلى. كانت عاملة بفات مساعدة كده مع الركنة، بحيث لو عندها عدد من الضيوف او عدد من الناس كتير في حفلة، في مناسبة، في اي حاجة، تبقى البفات دي مساعدة ليها. جميلة جدا وفكرتها حلوة قوي. تعالوا نشوف مع بعض بقى غرفة السفرة. ما شاء الله الغرفة قد ايه كانت رقيقة. كانت عاملة فاصل خشبي كده ما بين السفرة وما بين الصالون، بحيث ما يكونش ظاهر يعني اللي موجود في الطرقة جوه، في طرقة التوزيع بتاع الغرف بتاعتها والمطبخ. كانت عاملة الكراسي كشميل واللون الرصاصي كده في السفرة. ما شاء الله. حطيت لها برضو فازة فيها زي ريش كده، وحطيت طبق الفاكهة. هنا كانت المكتبة برضو الجزامة يا ربي، كانت عاملة جنبها مكتبة. وزعت لها بقى على الجزامة بعض الانتيكات كده اللي هي جايباها، ووزعت برضو في المكتبة بعض انتيكات واشخاص صغيرة كده برضو كانت جايباها حلوة جدا. رصيتها لها كده بالشكل دوت. نفس الستارة اللي موجودة في الصالة هي نفس الستائر اللي في الصالة هي اللي في الريسبشن، نفس الألوان. بجد كان ألواناتها هادية ورقيقة ومميزة. هي كانت جايبة قطعة نيش زيادة لأن ما شاء الله هي بنوتة وحيدة، فمامتها كانت جايبة لها ما شاء الله حاجات كتير، فعشان تاخد حاجتها كان في قطعة نيش كمان زيادة. كانت جايبة عاملة كل عروسة بتعمل نيش واحد، هي عاملة ما شاء الله 3 أنياش. ربنا يبارك لها يا رب. ده كان اول طلفة من النيش. حطت لها فيها حاجات على جلد شوية. كولدير المية برضو حطيته لها جنب النيش كده في الريسبشن، بحيث مية تبقى قريبة برضو ليها للاستخدام. حطيت لها في الرف الاولاني قارورة بوهيمي، ودمجت معاها اطقم طقم كوبايات عصير. حطيت هنا برضو طقمين كاسات مع بعض ما شاء الله. حطيت هنا جزء من الطقم الصيني. وفي الدرج بقى حطيت لها طقم صواني التقديم بتاعتها. هي كانت جايبة كذا طقم، ده ما كناش محتاجينه في المطبخ فحطيناه لها في الدرج. وحطيت لها بقية الأطباق الصيني كده بقى، وزعتهم لها في الأدراج بتاع البوفيه. وده بقى بقية طقم البايركس بتاعها. هنا برضو حطيت الطقم الصيني، حطيت بقيته. ما شاء الله كانت رسمته هادية وبسيطة جدا. هنا برضو حطيت لها الطقم الأكروبال. تحسوا ان ذوقها في اختيار الحاجة سيمبل جدا وبسيط. كان عاجبني بجد ذوقها في اختيار حاجتها. ربنا يبارك لها يا رب.
حطيت لها بقى على البوفيه من فوق فازة كريستال، وحطيت لها طقم الكاندي. انا نسيت اقول لكم، صورته فعلا، ايوه اهو لو اخدتوا بالكم الفازة والطقم الكاندي محطوطين على البوفيه. هنا الضلفة التانية بقى من النيش، حطيت لها طقم كاسات كده فيه ابيض في جلد بسيط، وطعمت من الجناب بطقم كاسات بوهيمي، ودمجت معاه برضو كوبايات عصير ما شاء الله كانت مميزة وجميلة جدا. هنا حطيت لها طقم خشاف اللي هو لونه الروز دوت، ودمجت معاه كاسات من نفس لون المية بتاعة طقم الخشاف، وتحت حطيت طقم الشاي والجاتو. تعالوا نشوف القطعة التالتة من النيش بتاعها. حطيت فيها الحاجات اللي على سيلفر شوية ما شاء الله، حطيت لها طقم برضو شربات سيلفر كده، ودمجت معاه طقم كاسات RCR. هنا بقى حطيت برضو شوبات عصير او شوبات مية زي ما تحبي تستخدميها RCR، وحطيت معاه طقم كاسات فيه سيلفر شوية، وحطيت برضو كاسات RCR. حطيت تحت شوبات برضو عصير، وحطيت معاها كاسات، وحطيت تحت طقم كده جيلي ما شاء الله كان مميز برضو جميل. دي كانت كوبايات باقية مني في المطبخ، فحطيتها لها في درج النيش كده من تحت. ده كده الشكل النهائي للريسبشن بتاع عروستنا، اتمنى ان هو يعجبكم. ما شاء الله ذوق عروستنا قيم وجميل جدا، واتمنى كمان ان رصة النيش معايا تعجبكم. لو عجبتكم رصة النيش اتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي باذن الله. تعالوا مع بعض بقى، ما شاء الله دي الطرقة اللي بتدخلنا على الغرف النوم جوه والمطبخ، والحمام الخاص بالعروسة والحمام الخاص بالضيوف. تعالوا ما نشوف مع بعض الحمام الخاص بالضيوف. ده كده كان الحمام الخاص بالضيوف، كانت عاملة فيه القعدة والحوض بس، ودوت الاستخدام العملي لأي شخص لما يجيلها ضيف يجيلها حد. حطت لها الفوطة كده على الفواطة زي ما انتوا شفتوها معايا. الحمام بتاعها بقى ما شاء الله فيه بانيو كبير وفيه كل حاجة، بس للأسف أنا مصورتوش لأن كان لسه في حاجات بيوضبوها. هنا بقى ده مطبخ عروستنا ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هنا كان محطوط كده الميكروويف كان نوعه فريش، وهنا الفرن بتاعها كان نوعه بيكو لان هي جايبه البوتاجاز بتاعها بيلت ان. والبوتاجاز برضو كان نوعه بيكو ما شاء الله كان مميز وجميل جدا. دي غسالة الاطباق برضو ما شاء الله ماركة بيكو. هنا التلاجة برضو بتاعتها ما شاء الله ماركة بيكو. هي ما شاء الله كل الاجهزة بتاعتها تبع شركة بيكو. وزعت لها اطقم التوزيع والتوابل كده على الرخامة بالشكل دوت. في الطلفة الأولانية هنا حطت لها القوارب البايركس والحلل البايركس بتاعتها. هنا في الرف اللي فوق حطت لها طقم شربات، وحطيت معاه شوبات عصير وشوبات مية. حطيت طقم قهوة. هنا برضو في الضلفة ديت حطت لها طقم البايركس بتاعها، وحطيت طقم العشاء اللي هو البورسلين حطيت بقيته لان انا حطيت لها استخدامها في المطبقية، وحطيت معاه مجات شوربة، وحطيت معاه مجات كده اللي فيها الشاليمو دي. هنا بقى طقم العشاء زي ما قلت لكم حطيته لها استخدامها في المطبقية، وحطيت لها كوبايات للعصير وشوبات مية، وحطيت برضو كوبايات شاي. هنا برضو حطيت لها العلب اللي هي بتاعة البقوليات، ده المكان الخاص بالخزين لها. هنا حطيت لها طقمين حلل تيفال، وحطيت طقم سيراميكا. وهنا بقى حطيت لها كل البلاستيكات الخاصة بيها، الشفاشق البلاستيك والأطباق البلاستيك. هنا ده الترول بتاع الزيت، حطيت لها فيه برضو الزيت اللي هي هتستخدمه. هنا برضو في الضلفة ديت حطيت لها طقم جرانيت، وحطيت لها طقم كمان طقم حلل تاني تحت. ما شاء الله الواناتهم كانت هادية وجميلة جدا. هنا في الضلفة الكبيرة دي خصصتها لها بقى الاستانلس لان ما شاء الله الاستانلس بتاعها كان كتير جدا. حطيت لها كده طقم كامل، طقم الاستانلس كامل فوق. حطيت معاه طقم الكنب وبقية المصافي والحاجات الاستانلس. هنا بقى تحت حطيت لها حلة الضغط وحلة البخار. ما شاء الله كل حاجتها كانت مميزة ورقيقة جدا، ربنا يبارك لعروستنا يا رب.
هنا في الدرج ده تحت الفرن على طول كان في درج كبير متقسم تقسيمات، حطيت لها حاجات الخاصة بالمخبوزات اللي هي هتستخدمها، وحطيت الحاجات الخشب برضو الخاصة بيها، الفرادة والحاجات الخاصة بالمخبوزات. هنا الأدراج التانية دي بقى حطيت الرفايع اللي فيها المعالق واستخداماتها اليومية، المبشرة، شاليموهات، حاجات خاصة بيها. تحت في الدرج الأخير ده عميق معايا حطيت فيه الصواني الكيكة والكب كيك. هنا بقى دي زي دولاب كده، ما شاء الله الدولاب ده كبير جدا، خد معايا حاجات كتير. حطيت لها فيها حاجات التنظيف، وحطيت لها فيها العلب الكبيرة بتاع الخزين، علب الرز الكبيرة وعلب التلاجة كلها. بس للأسف أنا معرفتش أصورها لكم. هنا حطيت لها المضرب، وحطيت لها هنا التوستر. في الضلفة دي حطيت طقم خشاف، وحطيت طقمين كاسات. هنا الضلفة التانية اللي جنب التوستر والجنب المهند بلندر والخلاط والحاجات دي، حطيت جنب هنا في الضلفة دي بقى الأجهزة بقى، الخلاط، مكنة الزبادي، مكنة الفشار، عصارة البرتقال، حطيت لها كل الأجهزة الباقية هنا. هنا بقى حطيت لها طقم الشاي دوت، وحطيت معاه مجات، وحطيت معاه آه، مجات شاي حرارية برضو 2. حطيت هنا طقم القهوة، وحطيت هنا الكوبايات بتاع الايس كوفي، ما شاء الله كانت مميزة برضو جميلة جدا. ده كده الشكل النهائي المطبخ عروستنا. اتمنى ان هو يعجبكم، اتمنى من رصة المطبخ تكون عجبتكم. هنشوف مع بعض بقى بقية شقة عروستنا، وقد ايه ذوق عروستنا النهاردة شيك وجميل بجد. عروستنا من الناس المحترمة والله اللي اتعاملت معاها. في ناس معينة كده بتعلم في قلبي، الحمد لله دايما ربنا بيوقعني في ناس كويسة وناس محترمة، ودي حاجة كويسة جدا بتسعدني والله. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. حتى لو قعدت معاهم يوم واحد بس. ده الحمام الخاص بيها. هنا دي الغسالة الأوتوماتيك بتاعتها، كان نوعها برضو بيكو. وهنا الديب فريزر، طبعا المطبخ زي ما انتم شايفين معايا كان متقفل كله، فما كانش هياخد الديب فريزر. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لعروستنا دي غرفة النوم الخاصة بيها. يا رب ربنا يسعدها ويهنيها كده يا رب، اللهم امين. حبيبة قلبي والله، والله اللي بموت فيها بجد. كنت مبسوطة جدا وانا معاها. زي ما انتم شايفين دي التسريحة بتاعتها. حطيت لها كام بالة ميك اب كده، ووزعت لها كام برفن كده على التسريحة. حطيت لها برضو بادي لوشن وحاجات بسيطة كده. خصصت لها الدرج دوت كده للاكسسوارات بتاعتها. وهنا الدرج ده بقيت حاجة الميك اب برضو بتاعتها. الدرج الاخير برضو حطيت لها فيه امشاط وحاجات برضو خاصة بيها. الكرسي برضو بتاع التسريحة مميز وجميل جدا، عامل زي البنكيت على فكرة، بيتفتح وممكن تستغله ان هي تحط فيه اي حاجة. على فكرة الأوضة دي ما شاء الله مميزة جدا، تاني مرة ان انا افرش أوضة عروسة زي دي. الأوضة حلوة وتقسيم دولابها حلوة، وكل حاجة فيها كانت مميزة. عملت لها اجواء رومانسية كده على السرير الله، حطيت لها شموع مضيئة. حطينا لها بلالين كده في الارض بالشكل دوت. ربنا يبارك يا رب لعروستنا. ده برضو البنكيت ما كانش فيه مساحة بين السرير والدولاب، بين السرير والدولاب المساحة كانت صغيرة، فاضطرينا ان احنا نحطه تحت الشاشة كده. وحطينا الشاشة تحت التكييف، بس مش برجح كده خالص. شاشة تحت التكييف مش عملية خالص. بس هي حبيبتي العروسة كانت مضطرة ان هي تحطها هنا، ما كانش فيه مكان تاني غير هنا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الستارة بتاع الأوضة قد ايه رقيقة وجميلة جدا. التربو ده برضو كان حلو، اخد معانا حاجات كتير برضو خاصة بالعروسة. دي تطبيقة اللبس بتاعتها. حطت لها اللبس الشتوي واللبس الصيفي كده بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الضلفة التانية. زي ما انتم شايفين تقسيمة الدولاب برضو حلوة اوي، خدت معانا حاجات كتير. انا حطت لها برضو شنط الخروج بتاعتها. تحت بقى سيبنا رفين للعريس، وفوق خدنا منه 3 ارفف بس. التقسيمه ما شاء الله كانت حلوه قوي. حطيت لها كده الملايات، وحطيت لها الفوط بتاعتها بالشكل ده، وحطيت عليها شريطه بسيطه جدا في الدولاب كده بالشكل ده. اتمنى ان هي تعجبكم رصة الدولاب بتاعتها. ده كده الشكل النهائي لغرفه عروستنا. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. ما تنسوش بقى تعملوا شير لاصحابكم كتير على اوسع نطاق، ان عايزه الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. لان ما شاء الله فيديو عروستنا النهارده يستاهل ان هو يطلع من الترندات، يطلع من الفيديوهات العاليه. ربنا يبارك لها يا رب.
تعالوا بقى نشوف مع بعض غرفة الأطفال بتاعتها أو غرفة الضيوف على حسب ما تقولي. هي ما شاء الله في ناس بتقول عليها غرفة خاصة بالضيوف لو عندها ضيوف أو كده، بس هي في الحقيقة بتبقى غرفة أطفال لحين إن شاء الله ربنا ما يكرمها كده بالذرية الصالحة بإذن الله. زي ما انتم شايفين ده كده كان شكل الغرفة. كنت حاطه لها مفارش اللي هي السوفت كده على السرير لونها ذهبي. هنا ده الدولاب بتاعها، حطيت 2 دفاية لسرير أطفال، وفي النص كوفرتة، حطيت فوق بطانية كبيرة للسرير الكبير، وحطيت بطانيتين أطفال. ده برضو شكل التسريحة، حطيت لها عليها المفارش كده والفانوس القمر ده. ده الدولاب التاني بقى من الغرفة، الجزء التاني من دولاب غرفة الأطفال. حطيت لحافين فوق، وفي الرف التاني ملايات، وتحت بقى كوفرتات أطفال، كوفرتات أطفال ودفايات للأطفال. هنا برضو شكل الستارة بتاع الغرفة ما شاء الله كان مميز وجميل جدا. ده كده الشكل النهائي لغرفة عروستنا. أتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعوا لعروستنا كده دعوة حلوة من قلبكم إن ربنا يسعدها ويهنيها يا رب، اللهم آمين. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغل بإذن الله. وانتظروني في فيديو جديد مع شقة عروسة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.